في ناس تقول لك اصل ده قدر على الاحتراف، ده ما قدرش، اصل الغربه، اصل المعايشه، اصل الاجواء. بص الناس فاكراه، في ناس راحت بص تتفسح وفي بص يا إيهاب، ناس. كل الكلام اللي انت بتقوله ده مش لوجيك دلوقتي. اولا امم. الغربه ممكن تقول سنه 90 كان في غربه. ليه في غربه؟ لان انت النقله. مش انت انت ما فيش تليفونات اصلا. يعني الموبايل ده، هات انت الموبايل اخده منك 3 ايام، هقول لك عيش من غير موبايل 3 ايام، هتعمل ايه؟ الدنيا طبعا كانت انت، مختلفه. انا قاعد هناك في بيت صغير، يا ريته في المدينه، بره المدينه يعني على الطريق. بتمرن مرتين في اليوم، لكن انت قاعد في البيت تقريبا ما بتعملش حاجه، ولا معاك موبايل ولا تتصل حواليك بقى بها. المزارع والهدوء والدنيا. الدنيا هص هص هناك في سويسرا الساعه 6:30 7، طبعا. خلاص ما فيش حاجه، يعني ما فيش حاجه تتعمل. انت ولا بتتكلم لسه لغه، ولا عارف حد هناك، فانت قاعد في البيت وبعدين تتكلم انهي لغه؟ ده هناك برضو كذا حاجه في بيتكلموا. بس انا كنت في الزون اللي بيتكلموا فرنساوي يعني. لا انا اه. بكلمك على اه يعني برضو عايز حتى رايح اوصلها بلد للناس. فيها 4 لغات مثلا. يعني بكلمك ان انا قاعد، ما فيش موبايل، اه. التلفزيون ما ما فيش، كانش فيه موبايل ساعتها. ما فيش موبايلات. اه. يعني ما كانش حاجه ما اخترعوا كانش الموبايل اخترعوه يعني. لسه. ولا تلفزيون في بلد انت مش عارف تتكلم، ولا اللغه اللي الناس ولا بتتكلم بتتكلم فيها. بيها، وقاعد في حته بعيد، واجواء درجه الحراره بره 13 تحت الصفر، اه. يعني تلج، ومشغل الهيتر دفايه. بتاعك، وقاعد طب هقعد اعمل ايه؟ امم. يعني قاعد فعلا. بكلم نفسي، لكن صعب يعني ماشي يعني في معاناه برضو. طبعا طبعا يعني. الناس ايوه. انا في فتره، في لحظه من اللحظات فكرت ان انا مش قادر.